السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله في الفيديو هنعمل شويه فطاير حلوين قوي، محشيين بقى كده، وحاجه حلوه قوي، طعمهم بجد 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 لذيذ، وكمان مكوناتهم بسيطه خالص، مش هتغلبي فيها. يعني هي ميه ودقيق وملح وسكر بس كده في العجين، مش هنحط لبن ولا بيض ولا اي حاجه خالص. الزبده دي معاكي وانت بتورقيه بس. ما شاء الله عاملين شويه فطاير حلوين هيعجبوكي، ينفعوا فطار وينفعوا غدا وينفعوا عشاء وينفعوا كمان للمدارس، لو انت هتعمليها فطاير صغيره كده للمدارس. يلا حبايبي نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، ونبدا الفيديو بتاعنا. هنا عندنا 2 كيلو من الدقيق الفاخر، الدقيق الفاخر اللي هو متعدد الاستخدامات او دقيق المحلات. هنا بقى عندنا ملح وسكر وميه وخل ومعلقتين كده لبن بودره. لكل كيلو دقيق هياخد 3 كوبايات ميه، لكل كيلو دقيق هياخد 3 كوبايات ميه. الكوبايه دي بتاعه العصير العادي او بتاعه الميه العاديه خالص الموجوده عندنا في البيت. كيلو الدقيق بيتعجن بيها بيكون عجينته مظبوطه تمام كده. حطينا معلقتين خل، لكل كيلو معلقه خل، وحطينا ربع معلقه ملح لل2 كيلو، وكمان هنحط لكل كيلو هنحط له معلقتين سكر علشان طعمها كده تكون جميله وتكون حلوه قوي. هنا بقى هننزل بجوز معلق او معلقتين لبن بودره. معلقتين اللبن البودره دول بقى بيخلي لك الفطير بتاعتنا هشه وجميله قوي. هنحطهم وندوب المكونات بتاعتنا كده في الميه، ونرجع ننزل بالدقيق بتاعنا. الدنيا سهله وبسيطه خالص، ومفيش خميره ومفيش بيض ومفيش لبن ولا اي حاجه خالص هنحطه. هننزل بقى بالدقيق بتاعنا كده ونعجن العجينه بتاعتنا، وهتكون مورقه وجميله قوي وهشه وحلوه قوي، وعلى فكره طعمها جميل خالص خالص كده. هننزل بكميه الدقيق بتاعتنا طبعا اللي احنا نخلينها، لازم طبعا الدقيق يكون منخول. هبدا اعجن بقى العجينه بتاعتي دي، انا عايزاها لا هي متماسكه قوي ولا هي طريه قوي. هما ال3 كوبايات، طبعا كل دقيق بياخد نسبه سوائل شكل، لكن احنا يعني بطبيعه الدقيق الزيرو دايما انا بعجنهم هما بيجوا بال3 كوبايات مظبوطين. انت هتحطي، انا هنا حطيت 4 كوبايات بس، ما حطيتش ال6. قلت هنزل بالكوبايتين التانيين براحتي تدريجي كده وانا شغاله بعجن. طبعا انا حطيت كده كوبايه، ودي الكوبايه اللي هي السته. الكوبايه السته ناقصه 4 معالق بس منها كده. تمام كده. انت برضه هتعملي نفس الكلام، لو انت هتعجني كيلو هتحطي كوبايتين ونص ميه واعجني، والنص الكوبايه التانية هتنزلي منه حاجه حاجه بسيطه لغايه ما تخلصي العجينه بتاعتك. تمام، علشان ما تجيش طريه منك قوي وتلزق. احنا عايزينها بتلزق بس مش بتلزق قوي، يعني ما تكونش طريه قوي منك علشان تفرديها سهل، ولما تفرديها بتكون جميله معاكي كده، وتكون في الوقت نفسه لا هي ناشفه قوي متماسكه ولا هي طريه قوي منك بتغلبك في الفرد. هنا بقى عايزه الوقت ده، عايز العجينه بتاعتنا تتلت كويس، يعني تعجني فيها شويه كمان زياده. لو انت هتعجني طبعا على عجان هتاخد معاكي 10 دقايق على العجان، ومن 5 دقايق ل10 دقايق. او لو انت هتعجنيها على ايدك يعني شد حيلك فيها شويه. ليه بقى؟ علشان الفطير دي عامله زي الفطير المشلتت كده. الفطير المشلتت لو ما كناش عجناه كويس، يعني لازم تعجنيه كويس قوي علشان خاطر نحط فيه عرق، علشان العجينه بتاعتنا تيجي مظبوطه معانا وما تقطعش معانا واحنا بنفردها. هنا بقى انا لتتها واستنيت دقيقتين ورجعت لها تاني، حطيت معلقتين الزيت دول ولميتها بيهم علشان تنعم وتدي طراوه معايا في نفس الوقت، تكون هي بنعومتها وبطراوتها وفي الوقت نفسه ما بتلزقش. خدتي بالك معايا؟ اهي العجينه هتبدا تشكل معايا وتكون جميله في الوقت نفسه، ناعمه وحلوه قوي، وكمان ما هياش متماسكه. تمام كده. هي بتدي تلزيقه بسيطه في الايد، لكن معلقه الزيت اللي احنا بنحطها بتفصل بين الايد وبين العجينه كده. خلاص حبيت ان انا الفها كلها بمعلقه الزيت الاخيره دي واسيبها واغطيها من 10 دقايق كده لربع ساعه. هي طبعا ما فيهاش خميره، لكن احنا كل ما بنسيبها ترتاح شويه كل ما بتلاقي نعمت اكتر، يعني بقت فيها نعومه اكتر من الاول. عندنا في الفطاير دي هي المهم فيها العجن، يعني اهم حاجه العجن المظبوط. تعجنيها مظبوط هتاخدي منها الدنيا تمام. هنا بقى سبتها 10 دقايق ولا ربع ساعه كده معاكي، كمان لو سبتيها نص ساعه افضل. وجينا ما شاء الله، شايفه العجينه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شايفه جميله ناعمه وحلوه قوي، وفيها استك كده وتمط كده وجميله وفيها عرق وحلو قوي. تمام كده. يلا نبدا بقى الشغل بتاعنا. جبت هنا صينيه او الرخام عندك او اللي انت هتشتغلي عليه، ادهنيها معلقه زبده او معلقتين زيت اللي يريحك، وابداي قطعي القطع بتاعتك دي. انا عايزه اقطعها، بصي انت حسب ما انت بقى عايزه تعمليها فطاير صغيره، قطعي القطعه بتاعتها صغننه او الكره بتاعتها صغيره. الفطاير انت عايزه تعمليها كبيره للعشاء او للغدا يعني اعمليها كبيره، انما لو تعمليها للاطفال للمدارس
لا قطعيها صغنونه كده علشان الطفل منهم ياخد الفطيره صغننه كده وحلوه. الفطاير عندي هنا جات 32 فطيره ما شاء الله اللهم بارك كبار. لو انت هتقطعيهم صغيرين هيخشوا معاكي في 40 فطيره، ال2 كيلو دقيق. تمام كده. هبدا ادهنهم بقى كده على وشهم زبده برضو او زيت علشان خاطر ما ينشفوش مني ويبوظوا. انا عايزاهم يفضلوا طري كده على طول، بس هسيبهم برضو حوالي 10 دقايق، اغطيهم بكيس بلاستيك. انا هنا عديتهم زي ما قلت لك كده، هغطيهم بقى بكيس بلاستيك لما ياخدوا ارتياح شويه كده من التقطيع برضو في ايدي. عندي هنا بقى كنت عندي جبنه طبعا ميكس، وعندي فلفل الوان، وعندي كمان اللحمه المفرومه دي. كان كل ما اعمل يعني مكرونه او اي حاجه كده بشيل الكميه صغنونه كده، جوز معالق ولا 3 بس كده. كونت الكميه دي عندي في الفريزر، طلعتها فكيتها واديتها تسخينه بسيطه كده وجيت معاكي. هنا العجينه بتاعتي ارتاحت اهي وبقت تمام كده. هدهن السطح بتاعي اللي انا هشتغل عليه سواء برضو صينيه او رخامه، وهتبداي تفردي واحده واحده. هنا انا دي عملتها كده. بصي هتفردي الرقاقه، هنشتغل مع بعضنا الوقت. هندهن بس الصينيه دي كده زبده، وهبدا ان انا احط الرقاقه اللي فيها اللي احنا عملناها. هجيلك بقى نبدا اول رقاقه مع بعضنا وهقولك تعمليها ازاي. علشان الفيديو بتاع الفطير المشلتت ناس جت قالت لي يا ام يوسف احنا عايزينك تعملي لنا الفطير المحشيه بطريقه الفطير المشلتت بس محشي. هنا هبدا اهو بفرد العجينه بتاعتي زي ما انت شايفه كده، وادهنها زبده، واحط فيها الحشوه اللي انا عايزه احطها. عايزه تحطي جبن بس اللي حره، عايزه تحطي اي حاجه، اي حشو عندك موجود استخدمي، مش شرط انك انت تحطي الحشو اللي انا حطيته ده. وببدا اطبق كل الاربع جوانب بتوعي، وكل ما بطبق كل ما بدهن طبقه زبده. تمام. الزبده اللي انا مستخدماها انا بحب استخدمها التلاتة مع بعضهم، زيت وسمنه بلدي وزبده عادي وسمنه عادي. تمام كده. انا بحب استخدمهم كده، بيدي شكل الفطير بتكون جميله وطعم كمان بتكون اجمل. انت برضو حريتك، عايزه تستخدمي زبده وزيت اللي يريحك، عايزه تستخدمي زبده بلدي بس او سمنه وزيت اللي يعجبك انت استخدمي. وببدا اعمل كده على طول. كل الفطيره اللي انا بفردها ببدا ادهنها دهنه زبده، وببدا احط الفطيره التانية اللي انا حطيت في قلبيها الحشوه من جوه بعد ما ادهن دي زبده. ببدا اشيل اللي انا عاملاها واقلبها الناحيه التانية. ليه؟ علشان انا عايزه سمك الفطيره من هنا زي ما يكون من هنا، علشان ما تكونش في ناحيه رقيقه وناحيه تخينه. بحط من 3 ل4 فطاير في الواحده، يعني الفطيره الواحده انا بحط فيها من 3 ل4. ليه؟ علشان تكون ماسكه نفسها شويه، علشان لو انا عاملاها رقاقه واحده بس هتكون رقيقه، ولما تيجي تستوي مني مش هتستحمل الحشو اللي جوه وهتتقطع مني. لا انا عايزاها تبقى سليمه وجميله كده وحلوه. انت عايزه تعملي فطاير اصغر من كده هتقطعي الكور اللي عندك بتاعه العجين اصغر من كده. تمام. يعني هتقطعي المقدار مقدارين كمان، يعني القطعه اللي انا قطعها دي هتقطعيها 2. بس انا طبعا عاملاهم للغدا للبيت، فمش مهم ان انا اعملهم صغيره. انت بقى لو عايزه تعمليها للطلبه بتوع المدارس يعني هتعمليها اصغر من كده شويه. هنا خلاص بعمل نفس الكلام كده من 3 ل4 فطاير. عايزه تعمليها 5 عادي بتكون جميله برضو وحلوه. بس شايفه انا باجي اقلبها من الناحيه التانية. المره دي بحط اللي انا لميته كله فوق زي كده تحت، المره التانية بحطه فوق. فهمتني؟ علشان اخلي سمك الرقاقه من هنا زي من هنا. ما شاء الله في اخر الفيديو هوريها لك مورق وحلوه قوي زي الفطير المشلتت، واجمل بقى كمان من الفطير المشلتت، علشان الحشوه اللي فيه بجد بجد مدياله طعم قوي. هنا بكمل بنفس الكلام كده لغايه ما بكمل دول. هنعمل بقى شكل تاني مع بعضنا برضو في الفيديو واوريهولك زي الشاورما كده، بس ما شاء الله اللهم بارك مش محتاج خالص. يعني انت عجنتي العجينه في البيت وكل حاجه عندك في البيت. معلقتين اللبن البودره انت مش عايزه تحطيهم ما تحطيهمش، بس انا بديهم علشان يعني ايه، بيخلوا الرقاق عندي مورق شويه. اهم حاجه ادهني الورقه بتاعتك زبده والعجينه بتاعتك زبده قبل ما تطبقيها علشان تكون مورقه معاكي وجميله كده. عايزه تعملي منه نفس الكلام ده من غير حشوه خالص اشتغلي عادي من غير حشوه خالص واعمليه، هيكون فطير مشلتت معاكي جميل قوي. نفس الكلام كده هتطبقيه نفس الكلام كده. عايزه تحشي جبنه بس احشي اللي انت ترتاحي له اعمليه. هنا ما شاء الله اللهم بارك بتقعد معايا، كل ما بترتاح كل ما بتزيد معايا الفطيره. هنا شايفه بقى حجمهم عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك. دهنت بس وشهم زبده كده وسبتهم يرتاحوا قبل ما اخلص بقيه الكميه. نفس الكلام برضو هنا دهنت الصينيه زبده، وبدات ان انا هعمل نفس الكلام بس هطبقها بقى بالطول كده مش هخليها مربعه. برضو الجبنة والفلفل واللحمة المعصجة وكل حاجة هي نفس الكلام، بس باجي من الجوانب واطبق علشان اقفل على الخلطة بتاعتي اللي انا حطاها او الحشوة بتاعتي، بحيث ان هي ما تخرجش من العجينة بتاعتي وانا بسويها. علشان لو ما قفلتش الجوانب كده على العجينة الاول هتخرج معايا. وابدأي كملي لفتك عادي بقى. المهم انك انت تقفليها كويس من الجوانب، احنا اهم حاجه عندنا الجوانب. هنا خلاص هبدا برضو اكمل نفس الكميه زي ما انت شايفاني كده. دي بقى ما شاء الله اللهم بارك
اقسم لك بالله طعمها تحفه بجد بجد، طعمها جميل قوي، واكلنا منها في الغداء وفي العشاء بجد بجد جميله. نفس الكلام هكمل كده. انت عارفه يعني انت لو عملتي منها كمان من غير حشوه خالص، لو ما عندكيش متوفر اي حشوه عملتيها عادي كده وكلتيها بقى بجبنه قديمه وبعسل والحاجات دي، الله طعمها بجد بجد جميل. هتكملي نفس الكلام كده لغايه ما تخلصي. برضو اللفه منهم من 4 ل5، 3 اللي يعجبك انت اعمليه. عايزه تحطي 4 رقات، عايزه تحطي 3 رقات، عايزه تحطي 5، اللي يعجبك. بس طبعا لو انت حاطه حشو لازم تقفليها كويس من الجوانب. خلاص كده هبدأ أكمل دي كمان وأكمل الباقيين، ونشوف بقى مع بعضينا هنعمل إيه كمان. هنا بقى جيت على الوش، لازم أحط معلقتين زبدة كده على الوش حلوين علشان خاطر يبقى لونها جميل في التسوية، وكمان ما تكونش ناشفة معايا كده ولونها مش كويس في التسوية. بحب أحط بقى معلقتين الزبدة دول، ولو هي جت تستوي كل الزبدة الزيادة هي بتسيبها في الصينية. يعني لو في زبدة زيادة عليها بتسيبها في الصينية، هي مش بتشرب الزبدة الزيادة خالص، لا هي بتاخد على قد تسويتها بس، والباقي بيفضل. انا بحب احط الزبدة دي بقى بجد انها سمنة بلدي، بتديها طعم جميل قوي وبتديها لون كده حلو قوي. يلا بقى عشان نسويها بقى في الفرن. هنا هنسيبها كده، فردناها مع بعضينا اهو. هنروح بقى عند الفرن نسخن الفرن علشان نحط فيه الفطاير بتاعتنا. هنا برضو هنسيبها حوالي 10 دقايق برضو زي ما سيبناها الاول، ولا ربع ساعة برضو علشان ترتاح. بس انا هاخد اول صينية، عبال ما اسوي اول صينية هتكون التانية برضو نفس الكلام استوت. بديها بس تبطيطة كده خفيفة، مش ببطط قوي علشان الحشوة بتاعتي ما تقطعش مني الرقاق بتاعي، لان هو بجد بجد رقاق رايق خالص يعني. كده سخنت الفرن كويس قوي، وهديت النار من فوق، لكن من تحت انا مخليها عالية، وبقفل باب الفرن بتسوي لي الفطاير جميل قوي. انما لو وطيت النار من تحت الفطاير عندك هتتسلق ومش هتستوي كويس. خلي بالك من حتة التسوية علشان الفطاير من جوه تكون مستوية ومظبوطة. هنا فتحت عليها بعد شوية. طبعا الفطاير المحشية بتاخد وقت شوية في التسوية غير الفطاير اللي مش محشية. الفطير المشلتت العادي ما بياخدش معاكي 10 دقايق في الفرن او ربع ساعة بالكتير، حسب الفطيرة طبعا كبيرة او صغيرة. انما الفطاير المحشية بتاخد حوالي نص ساعة في التسوية، بس طبعا على الهادي، سويها على الهادي. هوريكي بقى هنا كده الوش اهو، زي ما انت شايفه كده الزبده البلدي اللي حطيناها على الوش مخليه شكله جميل. تعالي نشوف القعر بقى سوا. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله حلوه قوي. طبعا اي فطاير بتطلع من الفرن بتكون ناشفه زي ما انت شايفه كده، ماسكه نفسها، والحراره بتاعه الفرن بتخليها ناشفه. هنسيبها بقى حوالي 10 دقايق او ربع ساعه عبال ما نسوي التانية، ونيجي برضو نشوف اخبارها ايه من جوه تكون بردت. يلا ندخل الصينيه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه الرقاق بتاعنا انه جميل ومعجون جميل، كله عسل ازاي، وبيقب في الفرن وبيكون حلو قوي. هنقفل برضو عليها باب الفرن علشان تستوي كلها زي دي كده. متنسوش تدعمونا بلايك، حلو منكم لو وصلت لغايه هنا، ياريت تدعميني بلايك لو سمحتي. هنا دي الفطاير التانية نفس الكلام برضو، كل الزبده اللي كانت زياده شلتها من الصينيه وقت التسويه بمعلقه كده بالراحه، وشيليها وخلي بالك بتكون سخنه علشان ما تلسعكيش. الفطاير بتاعتنا جميله وحلوه قوي، مستويه وحلوه زي العسل. هتغطيها بكيس بعد ما تبرد، هتروح معاكي ميه كده. عايزه تاكليها وهي ناشفه بتقرمش كده، بتكون جميله قوي. خلاص الفطير بتاعتنا استوت وحلوه قوي. تعالي بقى نشوفها لما نقطعها من جوه كده بقى، ونشوف الحاجات الحلوه الجميله دي. هناخد بقى من اللي بردت دي ونفردها مع بعضينا. شايفه شكلها بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، بجد بجد جميله، وطعمها اقسم بالله تحفه، وهشه كده وجميله وحلوه قوي، وطعمها بجد جميل، عجبت الولاد خالص. شايفه مورقه وجميله، الحشوه بجد بجد مديها طعم جميل قوي. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد بجد حلوه، لو اعتمدتيها هتلاقيها جميله قوي، خفيفه وسهله ومش بتغلب قوي، لانك انت عجنتي العجينه بس وخلاص، وابدأي شكلي فيها زي ما انت عايزه. دي الفطاير المحشيه اللي انتوا طلبتوها مني في الفيديو بتاع الفطير الساده. شايفه ما شاء الله اللهم بارك، بجد بجد جميله. اتغدينا منها بقى كده بألف صحه وهنا يا رب، والف عافيه كده، بجد حلو قوي. يلا حبايبي ما تنسوش تدعمونا بلايك، حلو منكم لو سمحتوا. ولو الفيديو طبعا عجبك وانت جديده عندي في القناه، طبعا هتفرحيني طبعا باشتراكك معايا. الف شكر للناس الجديده معانا، والف مليون شكر للناس القديمه معايا. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ويسعد قلبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك. يلا حبايب قلبي، اشوفكم على خير باذن الله. كده الفيديو بتاعنا خلاص انتهى. تعالي بس نشوف دي الاول ونرجع نمشي. جميله ناشفه حلوه قوي، عايزه تطريها لفيها بكيس بلاستيك هتروح معاكي ميه. اهي شايفه جميله حلو قوي، طعمها تحفه، والحشوه مخليها زي العسل.
وكمان لو عملتيها ساده واكلتيها بجبنه قديمه وعسل اسود وعسل ابيض وكده، الله الله الله، هتاكلي حاجه حلوه قوي. يلا حبايب قلبي، اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. دمتم بخير وسعاده وسلامه يا رب، اللهم امين. في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.